السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قام به بغداد بونجاح بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد المنتخب السوداني الشقيق لا يشرفه. يعني شيء غريب، لقطة غريبة دارها بونجاح بعد نهاية المباراة. ما نطولش عليكم خوتي العزاز، خليكم تشوفوا هذا الفيديو باش تعرفوا سبب غضب بغداد بونجاح بعد نهاية المباراة. مشاهدة ممتعة للجميع. علاش بغداد بونجاح خرج زعفان بعد نهاية مباراة الجزائر والسودان؟ كامل راهم يطرحوا هذا السؤال، كامل راهم حابين يعرفوا علاش بغداد ما خمش مع صحابه ونورمالمون يفرح معاهم. عندنا 6 سنين ما ربحناش ماتش، خرج بهذيك لافاسون. دوك نجاوبوكم، نقول لكم السبب وانتم قولوا لنا رايكم. اعلم انه الجمهور الرياضي الجزائري راهم منقسم بين معارض لوش دار بغداد وبين الناس راهم متضامنين معاه. دوك نروحوا درجة درجة، بيانو بيانو، نهضروا على السبب وانتم كتبوا لنا رايكم في التعليقات. نهضروا ايضا على مازا اليوم اللي قدم مستوى كبير مباشرة بعد دخوله. نهضروا ايضا على لوكا زيدان اليوم واحد المستوى قدمه تقدر تحكمه وتلعب به في وسط الميدان بشكل عادي. فاسون بارلي انا نقصروا بصح هنا باش يعني نؤكد انه مستوى لوكا زيدان كان رائع في هذه المباراة، خاصة من حيث البناء. من حيث البناء غارديا ماشي ليبيرو بصح يبني مليح ويلعب مليح برجلو، عنده الصنفر وبرودة الأعصاب اللي تساعد بزاف المنتخب الوطني الجزائري. نهضروا أيضا على تصريحات بيتكوفيتش، نبداو بها. أنا عجبني علاش مباشرة في الندوة الصحفية فلاديمير بيتكوفيتش شكر لي جوار تاعو، قال لهم أنا راضي على المستوى، قال لهم كاين بزاف أمور لازم نصحوها في قادم المواعيد. راهو يقصد المباراة القادمة أمام منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثانية الأحد القادم إن شاء الله، لازم تتصحح باش ندخلوا بقوة. قال لك الصعيب درناه، ربحنا اليوم 3 نقاط مهمة جدا، وكانت عندنا صعوبات سابقا على بالو أنه ما كناش قادرين نربحوا 2023 وما ربحنا حتى ماتش، على بالو أنه 2023 ما قدرنا نربحوا حتى ماتش، لا في الكامرون لا في كان كوت ديفوار. 6 سنين جازوا و6 مباريات جازوا، لعبناهم 3 ماتش في 2022، 3 ماتش و2023 وما ربحنا حتى ماتش حتى اليوم باش قدرنا نربحوا أول مباراة مع فلاديمير بيتكوفيتش. والمهم النتيجة ماشي الأداء. تهضر لي على الأداء من الغدوة ما نقدرش نشاطرك، لأنه أول مباراة لا يقاس عليها. أول مباراة في ظل الظروف اللي هدرت فيها أنايا، قلت لكم 2023 ما ربحناش وخرجنا من الدور الأول. اليوم مهم الانتصار. تقول لي كاين نقائص، بطبيعة الحال يكونوا نقائص، مليح يكونوا نقائص اليوم باش يصححهم والمباراة القادمة أمام منتخب بوركينا فاسو ما يكونوش. تقول لي أنه كاين بزاف أمور سلبية، سي نورمال، لازم تتصحح في التدريبات والمباريات القادمة باش تبان التشكيلة أكثر قوة ومتانة إن شاء الله. اليوم الإعلام العالمي كما راكم تقراوا في العنوان هضر بإسهاب على الجزائر، ما كاش منتخب إفريقي يلعب وهضروا عليه في الإعلام العالمي كما اليوم المنتخب الوطني الجزائري بسبب زين الدين زيدان اللي كان حاضر اليوم في هذه المباراة اللي عرفت فوز المنتخب الوطني الجزائري بثلاثية كاملة. اليوم الصحافة الإعلامية كامل تهضر على زيدان والمتابعة تاعو لمباراة الجزائر والسودان ولابنه بطبيعة الحال لوكا زيدان اللي كان حاضر في هذه المباراة. كامل ESPN تاع الامريكان، غولاسو CBS تاع الاسترالي هضروا عليه، لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية هضرت عليه، ليكيب الفرنسية هضرت عليه، الموقع جول ووسائل الإعلام إسبانية كثيرة جدا تكلمت على لوكا زيدان وزين الدين زيدان. اليوم كامل اللي ميديا تاع العالم وراو هذيك الصورة تاع زيدان يشوف في الماتش ويفرح، واللقطة هذيك اللي دارت حالة بولبينكي سد التسديدة حكمها الحارس، يعني تفاعل معها زين الدين زيدان. اليوم وسائل الإعلام كامل هضرت على زيدان. كي تهضر على زيدان تهضر على لوكا زيدان، وكي تهضر على لوكا زيدان بطبيعة الحال تهضر على الجزائر. الجزائر لعبت اليوم والحدث كان زيزو اللي كان حاضر اليوم في مدرجات ملعب مولاي حسن بالرباط. هذه المباراة اللي عرفت توافد أكثر من 10,000 وبعد زاد العدد خلاهم يدخلوا له 15,000. وبطبيعة الحال
اليوم في هذه المباراة بلا ما ننساو قبل ما نروحوا القضية تاع بغداد بونجاح وأيضا مازا وبقية المعطيات اللي كانت بعد نهاية مباراة الجزائر والسودان، اليوم ملعب مولاي حسن بالرباط اليوم مساندة مميزة. العالم المغربي، العالم التونسي، العالم الجزائري كامل كانوا يساندوا ليكيب ناسيونال. شفنا تصريحات مغاربة قال لك أنا جيت من وجدة خصيصا علاه باش يشوف ليكيب ناسيونال دالجيري والجزائر ويساند المنتخب الوطني الجزائري. هذه هي الروح اللي نحبوها، هذه هي الأخوة اللي نحبوها. برافو للأنصار المغاربة اللي ساندوا المنتخب الوطني، وبرافو للتوانسة اللي ساندوا المنتخب الوطني، وبرافو أيضا للجزائريين اليوم اللي كانوا سند قوي للمنتخب الوطني الجزائري اليوم في هذه المباراة أمام المنتخب السوداني. فريمون عجبتني الأجواء في الملعب. ونشيد أيضا بالجمهور المغربي الذي كان حاضرا بطبيعة الحال في هذه المباراة، حاضرا يساند المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب بطبيعة الحال الجمهور التونسي اللي ساند أيضا المنتخب الوطني الجزائري. عائلة رياض محرز كانت حاضرة أيضا، والدته وشقيقته بملعب الرباط مولاي حسن لتشجيع رياض محرز، وسجل محرز. كملوا ارواحه باش يكمل محرز يتألق ان شاء الله بالاهداف في كأس افريقيا 2025. وايضا عائله فلاديمير بيتكوفيتش كانت حاضره بالرباط لمسانده فلاديمير ومسانده المنتخب الوطني الجزائري، وخرجوا سعيدين بطبيعه الحال بتحقيق الانتصار امام منتخب السودان ب3 أهداف دون رد. المباراه هذه ما كانت سهله لكن سهلها هدف محرز في بدايه المواجهه، عمل رائع من بغداد بونجاح، ثم بالعقب كره كانت من بوداوي ووصول إلى المرمى بطريقة مميزة جدا من رياض محرز. وبلا ما ننساو مازا، يا مازا بسم الله ما شاء الله، عندنا جوهرة حقيقية اللي هو مازا. سجل الهدف رقم 100، سجل أول هدف في كأس افريقيا ليه، سجل أول هدف بطبيعة الحال لمازا. وهذا الهدف مهم جدا، هو أصغر لاعب جزائري يسجل في كأس افريقيا هو مازا. شوف الأرقام كيفاش تبدأ تتهاطل على نجم فريق باير ليفركوزن اللي باير ليفركوزن بيبلي عليه، الموقع الرسمي تاع البوندسليغا بيبلي عليه، كامل ما يهضروا بسم الله ما شاء الله على ما يقدمه الجوهرة الجزائرية إبراهيم مازا مع المنتخب الوطني الجزائري. ديجا كي دخلت تحس بلي تبدلت الأمور. تشوف لي باش سون فوار، فانتازيستا فنان يلعب مور لي زاتاكو، عطيلو لا ليبرتي، عطيلو لا ليبرتي. انا مع دخول مازا كاساسي، لازم يدير توليفه مناسبه فلاديمير بيتكوفيتش تخلي مازا يكون اساسي، ضروري جدا، ضروري يكون اساسي هذا اللاعب، لانه راح يزيد يسهل لك، راح يزيد يعطيك لي زوكازيون، راح يزيد يعطيك تفوق عددي في منطقه العمليات، راح يزيد يكثر من التمريرات نحو البوكس، نحو اللاعبين، نحو المهاجمين. فريمون بسم الله ما شاء الله مازا توب بلاير. وسمعنا التصريحات تاعو، قال لك الماتش الجاي ما راحش يكون سهل مع منتخب بوركينا فاسو اللي عندهم طاب صوبا يلعب معاه في الباير ليفركوزن. قال لك هضرت معاه يهضر اونجلي شويه عربيه هكذا مكسره بسم الله ما شاء الله. قال لك هضرت معاه قلت له نربحوكم. طاب صوبا من جهه، وايدمون طاب صوبا سجل في مباراه بوركينا فاسو وغينيا الاستوائيه. هنا نقدر نقولوا انه مازا كسب النقاط كبيره وما راهوش في حاجه لكسب النقاط. انا اشوف انه مازا يدخل تيتيلار يعني رسمي بلاصتو تعيط في ليكيب ناسيونال، ولازم يدخل، لازم يبدا يلعب، لانه ما عندوش يعني سبه يخلي مازا في كرسي الاحتياط. لاعب واجد يعطيك الاضافه اللازمه من كافه النواحي. قضية بغداد بونجاح، ماذا حدث؟ ما الذي جعل بغداد بونجاح يغادر أرضية الميدان غاضبا بتلك الطريقة ولم يصافح زملائه؟ بدأ محرز ما خمس معاه، ومع الجاز بن ناصر خسر فيه ما فهم والو، بن ناصر خلع، بن ناصر يخسر فيه بونجاح ما فهمش. احنا ربحنا عندنا 6 سنين ما ربحناش، هو خارج هكذا. كاين تاع أعضاء الطاقم الفني اللي كانوا في الاحتياط ما فهموش. بغداد بونجاح خرج زعفان. لي زاتاكون في العالم كامل يحبوا يسجلوا، اي مهاجم في العالم تروح عنده يخلص الماتش وما يسجلش، ربح ولا خسر تلقاه زعفان. لكن انا اتفق انه صح المهاجم لازم تكون عنده الغيره ويسجل وتكون عنده الجرينتا ويحب يترك البصمه تاعو، لكن ما كانش لازم في هذاك المومون بغداد بونجاح يخرج بهذيك الطريقه. علاه؟ لظروف المباراه. المباراه هذه بريمي ماتش نربحوه، 6 سنين ما ربحناش في كوب دافريك، 6 سنين ما ربحناش، 6 مباريات في 6 سنين ما ربحناهمش، اليوم ربحنا اول مباراه.
كان لازم يقاسم ويشارك زملائه هذه الفرحة، لأنه مهم جدا من ناحية المجموعة. لكن خليونا ناخذ زعاف بونجاح من الناحية الإيجابية، أنه يحب يسجل، أنه عنده الجرينتا باش يسجل، أنه يحب يخلي البصمة في المباريات. بلا ما نديروا هذه الحكاية، لأنه هذه الأمور تخص غرف تغيير الملابس. يكون تلاقى مع بيتكوفيتش وهضر معاه فيس تو فيس، ويكون هضر معاه محرز بما أنه هو القائد وجاز عليه رولو وما حبش يخمس معاه. يكون هضر مع إسماعيل بن ناصر هو اللي بين اللاعبين ركائز تاع المنتخب، ويكون هضر معاه ماندي باين بليك الى دوموندي لي زيكسكوز، طلب الاعتذار. اعرف انه دارها لحظة غضب، ما كاش فينا اللي ما يزعفش، وما كاش فينا اللي يدير امور لحظة غضب يكون يكونترولي روحه، هذه باش نكونوا واضحين. لكن في هذيك الدقيقة لو كان غير رزن روحه برك في هذيك الدقيقة، لأنه 6 سنين ما ربحناش، 6 مباريات ما ربحناش. ربحنا مع السودان، كان لازم يفرح مع الزملاء تاعو. معليش حنا ناخذوها من الجانب الإيجابي، ما كاش مهاجم في العالم يفرح كما يماركش، خاصة أنه دار عمل جبار في هذه المباراة من الناحية التكتيكية. كاين بزاف يقولوا واش دار هذا في المباراة، دار عمل جبار بغداد بونجاح في هذه المباراة. بغداد بونجاح دار عمل كبير جدا من الناحيه التكتيكيه. تشوف انت لي بيرميتاسيون، تبادل المراكز بينه وبين لي جوار واحد اخرين. تشوف لقطه الهدف الاول كيفاش هو خرج للوسط، دا معاه لي ديفونسور، يلا بروفيتي عموره من ليسباس هذاك اللي كرياه بونجاح كي خرج. وبونجاح كان عارف خادمينها، يخدموها في لي زونطرينمون، خرجوا وحده، عمل كبير جدا. حتى اللقطه تاع ما زعطاها له بغداد بونجاح لهذا تعرف، قال لك انا مديت وما مدوليش، لانه كانت فيه لقطه تاع عادل بولبينا حقه يسيي، لانه جاته فرصه، راح زد ضرب بالكروشي، رقد تيراها مع الجارديان. هنا يعني عادي اي لاعب اي مهاجم يسيي ويحاول يسجل في هكذا ظرف. بونجاح سعف بونجاح سعف ان شاء الله زعف فيه. غدوه تلقاوه يونطريني ويضحك، باش نكونوا واضحين، غدوه تلقاوه يونطريني ويضحك وعادي جدا، وتجوز هذه الامور ويسجل امام بوركينا فاسو باذن الله، وتولي له الفرحه. ونتفكروا كي خرج زعفان بوركينا فاسو هو اللي ماركا لهم في 2023 بغداد بونجاح. الا تشفاو في اللحظات الاخيره عدل النتيجه براسه، طلع في السماء، ما كاش بزاف لي زاتاكو يقدروا يماركيو هذاك البيت اللي ماركاه بغداد بونجاح، باش نكونوا واضحين. وهنا ما نديروش بوليميك من هذه الحكايه، يعني تقعد في غرف تغيير الملابس تتحل. زعف لانه ما ماركاش، اي مهاجم يزعف كيما يماركيش، وتحبس هنا.